السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو اللي فات حطيت فيه تحليل الماتش كده، اتمنى تخشوا تشوفوه ان شاء الله يعجبكم، مع تعادل الاهلي مع انتر ميامي. الفيديو ده جاي يتكلم عن اللقطه بتاعه تريزيجيه. طيب اولا انا قلت في الفيديو اللي بعد الماتش على طول، قلت ان تريزيجيه كان داخل يشوط، كان وسام ابو علي في نفس اللحظه وبيشاور للجهاز الفني، بيقول لهم انا، وبيشاور على نفسه كده، فده معناه ان ما كانش فيه تنسيق من الجهاز الفني ان وسام هو اللي يشوط الكوره. تاني حاجة، شفنا مع زيزو وهو رايح يتكلم مع تريزيجيه، وتريزيجيه مش بيسمع له حرفيا، ما بصلوش حتى. نستشف من كل ده ايه؟ ان في تريزيجيه ما كانش هو الترتيب اللي يشوط، ما كانش هو رقم واحد في المسددين. طب هل في مسددين؟ وسام ابو علي طلع بعد الماتش وقال ان في قائمة مسددين وانا اول واحد. طب مين تاني واحد؟ اكيد زيزو. وطلع على فكرة برضه بعد الحوار ده ما خلص، وبعد الليلة دي كلها ما خلصت، طلع محمد يوسف وأعلن عقوبة عن تريزيجيه، عقوبة مالية، بس طبعا ما اتقالتش يعني العقوبة المالية دي كام. اللي حصل إن تريزيجيه راح اعتذر للعيبة وقال لهم أنا آسف ومش هتكرر تاني والكلام ده. طب هل الموضوع هيقف عند كده؟ أنا أتمنى إن هو يقف عند كده. إن الفترة الجاية تتكلم في صفقة جماهيرية جاية اللي هي زيزو، وفي صفقة جاية غالية أغلى من زيزو بتلات أربع مرات، اللي هي صفقة مين؟ تريزيجيه. تريزيجيه مش جايلك ببلاش، تريزيجيه جايلك نجم محترف. فكرة ما تبصش لتريزيجيه بتاع الريان القطري، لا، تريزيجيه جاي من استون فيلا، ولعب في الدوري الانجليزي وكان مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي، ولعب في الدوري التركي وكان اسم كبير جدا في الدوري التركي. فانت بتتكلم ان تريزيجيه مش حد صغير. زيزو كان نجم فرقته في الزمالك، امام عاشور كان نجم، محمد علي بن رمضان جاي لك نجم، محمد الشناوي طبعا كابتن فرقتك. فانت بتتكلم في حوالي 10 او 10 او 11 اسم، لا، اسامي كبيره. هل الموضوع هيعرف يتم السيطره عليه جوه اوضه اللبس؟ انا جاي اتكلم في النقطه دي بقى. يعني اتمنى ان احنا نظبط الدنيا، ومحمد يوسف يشد الدنيا ويشد على اللعيبه، ونرجع على مقوله ان الاهلي هو النجم، مفيش حد نجم. تريزيجيه امبارح ما فكرش غير في نفسه، حسين الشحات امبارح فكر في نفسه ثلاث مرات، ثلاث مرات. يا راجل اعملها، يعني انت عملتها في اول مره في الشوطه اللي شوطها اول ما نزلت، وكانت شوطه خريانه كده، وقلنا عادي بيجرب حظه مفيش مشكله، جاب زيها في الدحيل مثلا. بس عملتها مره، طب خلاص في الثانيه باصي، في الثالثه باصي، لكن على طول كده. قفشه طبعا مش لا بيفكر لا في نفسه ولا في زمايله، وهو مش عارف هو بيعمل ايه اصلا. فتريزيجيه اللقطه بتاع امبارح لا، وحشه. وطبعا هبعيد واكرر تاني ان مش تريزيجيه اللي كان المفروض يشوط، وتوقعت عليه غرامه ماليه. وده اللي عاجبني بصراحه في الاهلي، ان مفيش حاجه بتعدي كده وخلاص. طيب هنعمل ايه الماتش الجاي؟ اتمنى ان الماتش الجاي نبدا بنفس تركيزنا الماتش ده، ونبدا بنفس الاهتمام ونفس الثقافه، ان احنا نازلين نعمل حاجه، جايين مش جايين نمثل تمثيل مشرف، احنا جايين نصعد دور مجموعات، نصعد دور مجموعات، مش طالبين اكتر من كده. فاتمنى يتم ضبط النفس كده، والدنيا تبقى تمام، وربنا يكرمنا ان شاء الله.